اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهارده حرفيا مختلف ومميز. هنعمل مع بعض النهارده البط الروستو او المشوي في الفرن بتتبيله خرافيه. هعلمك او هنتعلم مع بعض النهارده ازاي نقدم البط ده زي ما بيتقدم في الفنادق الكبيره او المطاعم الكبيره، شكل حلو جدا وتتبيله مميزه جدا، وكمان لحم الصدر دايب دوبان، مفيش اي ريحه زفاره، مفيش اي مشكله من المشاكل اللي بتقابلنا في عمايل البط. حرفيا يعني طريقه من الاخر. البط طبعا ملك السفرة في عزومات أول يوم رمضان. حرفيا لو عملتيه بالطريقة دي هتبهي كل ضيوفك وكلهم هيتجننوا عليه وهيطلبوا منك الطريقة. يلا بينا ندخل على الفيديو بتاعنا. ما نرغيش كتير، بس يا ريت ما تنسيش تسحبي زر اللايك في ايدك وانت داخله تقديرا لتعبنا في الفيديو ده. ويلا بينا نشوف الوصفه بتاعتنا. اول حاجه او اول خطوه عندنا وهي تنظيف البطه. ننضفها كويس جدا بالميه والدقيق، ونشيل منها اي شعر صغير بيبقى موجود فيها، وكمان بنضفها نتاكد ان هي نظيفه من جوه من بره، وبنصفيها كويس جدا. بالنسبه بقى لبناتي اللي هم لسه مبتدئين في المطبخ، اتاكدي يا حبيبتي ان انت البطه بتاعتك من جوه نظيفه جدا جدا. في جزء بيبقى لازق كده في القفص الصدري اللي هم الرئتين دول، بيبقى لازق جدا ومش باين. اتاكدي ان انت خرجتيه او وشلتيه. تمام. بيبقى كمان تحته كميه من الدم كده، اشطفي مكانه كويس جدا وتاكدي ان البطه بتاعتك نظيفه جدا. هنركنها كده على جنب، وهنحضر اهم خطوه معانا النهارده في الفيديو، وهي محلول الملحي او محلول النقع اللي احنا هننقع فيه البطه بتاعتنا. كوبايتين من الميه السخنه هنزل عليهم ببعض المطيبات. انا ضفت قرفه، فلفل اسود، كام ورقه لورا، عندي كمان كبابه صيني من ناحيه اليمين، وعندي كام عود قرنفل او كام حبه قرنفل، وشويه من الهيل. انا فتحته كده، ضغطت عليه بالسكينه فتحته، وهنزل بيه في الميه السخنه. الغرض من الميه السخنه عندنا حاجتين: ان احنا ندوب السكر والملح كويس، بيدوبوا كويس لما تكون الميه سخنه، وكمان المنكهات تخرج الريحه بتاعتها في الميه السخنه، على عكس من ان انت لو ضفتيها في ميه بارده. اول ما بتنزلي بيها في الميه السخنه كده وبتقلبيها على طول بتشمي ريحه المطيبات دي، على عكس لو ضفتيها لميه بارده. تمام. هننزل بقى على الميه السخنه دي بالسكر والملح. قد ايه سكر وقد ايه ملح؟ كل لتر ما هتنقعي فيه ياخد معلقه كبيره من السكر وزيها ملح، يعني معلقه كبيره ملح ومعلقه كبيره سكر. انا هنا ضفت 6 ملح، 6 معالق كبار ملح و6 معالق كبار سكر، علشان انا هنقع في 6 لتر من الميه. طبعا كميه الميه على حسب حجم البطه بتاعتك، لازم البطه بتاعتك تبقى مغموره تماما بالميه. هاخد الحاجات دي وهنزل بيها على الميه اللي احنا هننقع فيها. الاول هضيف كوبايه من عصير البرتقال اذا متوفر، وهضيف كمان فنجان من الخل، او مش متوفر عصير برتقال استبدليه بفنجان من عصير الليمون. هضيف كمان الخليط اللي احنا عملناه دوت، اللي هو الملح والسكر والمطيبات، وهبتدي اقلب الكلام ده كله مع بعضه، واتاكد ان السكر ده كويس وهو كمان والملح. اتاكدي كده ان الميه بتاعتك لسه بارده بالرغم ان انت ضفت عليها ميه سخنه، لانه ضروري جدا محلول النقع يكون بارد تماما يا جماعه. اذا لقيتيها سخنه شويه او دافيه ضيفي ليها شويه ميه من التلاجة. انزلي بقى بالبطايه بتاعتك في المحلول دوت، وهضيف كمان انا شرايح من البرتقال. لو مش موجود ممكن تضيفي قشر الليمون اللي انت عصرتيه او قشر البرتقال اللي انت عصرتيه، ضيفيه في المحلول. المحلول دوت بيعمل حاجات كتير قوي يا جماعه. اول حاجه بيفتح لحم البط جدا وبيخليه يستقبل اي تتبيله بسهوله ويمتصها بمنتهى السهوله. تاني حاجه بيطري لحم الصدر جدا، بيشد اي زفاره من البط، فما بتحسيش باي ريحه للبط بتاعك، اي ريحه زفاره او ريحه مش مستحبه في البط. المحلول دوت بيشيلها تماما تماما. بسيبها منقوعه في المحلول ده قد ايه؟ انا سبتها 12 ساعه. 12 ساعه بقى، 24 ساعه، يومين. يعني كل ما سبتيها منقوعه في المحلول ده اكتر، كل ما الانسجه طريت معاكي اكتر وما تاخدش معاكي وقت في التسويه. لو ما عملتيش الخطوه دي، مهما يعني اديتي البطه دي نار في الفرن، مش هتستوي يا جماعه، وبرده لحم الصدر هيبقى شادد. فالسر هنا في طريان لحم الصدر هو محلول النقع دوت. خرجناها وصفيناها وفتحناها بالسكين، وهنحضر التتبيله. ربع كوبايه من عصير الليمون، ربع كوبايه من عصير البرتقال، وكمان ربع كوبايه من الزيت، معلقه كبيره من العسل الابيض او من دبس الرمان، ايهما متوفر وايهما بتفضليه ضيفيه. عندي كمان الصلصه الجاهزه، هاخد منها معلقتين كبار من معالق الاكل. لو مفيش صلصه يبقى كاتشب او صوص الباربيكيو، اي حاجه فيهم تنفع. كمان معلقه كبيره من الصويا صوص الدارك، لو لايت خليهم معلقتين. عندي بصلايه متوسطه
متقطعة مكعبات، وكمان عندي طماطماية متوسطة متقطعة مكعبات. بالنسبة للتوابل عندي معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من البهارات السبعة، ونص معلقة كبيرة من الفلفل الأسود والبابريكا، وربع معلقة صغيرة من الهيل المطحون. هاخد التتبيلة دي بتاعتي في الخلاط أو بالهاند بلندر وانعمها كويس جدا، واتأكد انها ما فيهاش قطع من البصل أو من الطماطم تتحرق معايا في الفرن أثناء ما احنا بندي البطاية بتاعتنا وش في الفرن. وادي التتبيلة بتاعتي جاهزة، هاخدها وهنزل بيها على البطة بقى من جوه ومن بره وادعكها كويس جدا. مش هاخد التتبيلة كلها، هسيب منها شوية علشان اتبل بيها الخضار اللي انا هرصه تحت البطاية في الفرن. قلبيها كويس جدا كده وخليها على معمولة كده على الوش بتاعها، وغطيها وسيبيها في التتبيلة دي مدة ما تقلش عن 4 ساعات. كل ما زادت مدة التتبيل زي ما احنا عارفين بيبقى احسن. طبعا البطاية بتتشرب من التتبيلة كويس جدا، واثناء ما انت بتتبليها خليها شوية على الصدر وشوية على الظهر، بحيث انها تتبل من كل ناحية. يعني صدرها والظهر بتاعها يبقوا متبلين كويس من التتبيلة بتاعتنا. صينية كده هنسوي فيها، هننزل بشوية من البصل وشوية من الخضار. اي خضار عندك متوفر ضيفيه. انا ضفت جزر وبصل، جزر وبطاطس. عندي كمان معلقة كبيرة من الثوم المفروم، هقلبهم كلهم مع بعض. ده الخضار اللي كان موجود عندي. انت لو عندك بقى بسلة كوسة يعني اي حاجة ضيفي يعني، واللي بتحبيه ضيفيه. يعني هنزل بقى بباقي التتبيلة بتاعتنا وشوية من الملح، لان التتبيلة الملح اللي فيها مش كفاية ان هو يتبل كمية الخضار الكبيرة دي. وهدعك الكلام ده كله مع بعضه، وهاخد منه شوية كده علشان احشي بيه بطن البطاية بتاعتي من جوه. نرجع بقى للبطاية بتاعتنا، وهنزل بالخضار فيها من جوه كده، اكبسيه كويس قوي وما تقلقيش هيستوي. يعني ما تقوليش ان هو من جوه مش هيستوي، لا هيستوي طبعا، لان البطاية بتنزل مية ومع سخونية الفرن كل الكلام اللي احنا هنحشي بيه البطة ده من جوه هيستوي. احشي الخضار بتاعك وقفلي اي جزء من البطة مفتوح بخلة، او انا ما كانش عندي خلة في اليوم دوت فاستخدمت الخيط والابرة عادي. بس ما تقرصيش على الخيط وانتي شغالة، يعني خلي الخيط مهوي شوية علشان ما يقطعش معاكي جلد البطاية. قفليها كويس جدا، وهي كده جاهزة انها تدخل الفرن. الفرن بتاعتنا طبعا شغال على اعلى حرارة من قبل ما ندخل البطة كده بحوالي ربع ساعة. وهناخد البطة بتاعتنا دي وهنجيب الصينية اللي احنا حطينا فيها الخضار، هننزل فيها بشبكة، وندهن الشبكة كده بشوية من الزيت علشان البطة بتاعتنا ما تلزقش في الشبكة. وهنسكن البطاية بتاعتنا كده من فوق على الشبكة. باقي التتبيلة هنزل بيه على الخضار بتاعي. وعندي كمان الخليط دوت اللي هو عبارة عن كام معلقة حليب على زيت على شوية من العسل الأبيض، هدهن بيه جلد البطة من بره كده قبل ما ندخلها الفرن. نص كوباية من المية السخنة هضيفها على الخضار بتاعي، وهنبتدي نقفل على البطة بتاعتنا ورق زبدة علشان ما تلزقش في ورق الألمونيوم كده لما نغطيها بيه، وورقتين ألمونيوم كده طبقتين، بحيث ان احنا نقفل كويس قوي قوي. مش عايزين اي بخار يخرج من البطاية بتاعتنا وهي في الفرن، لان البخار ده هو اللي هيسوي البطة بتاعتنا. بالنسبة لمدة التسوية بتكون على حسب وزن البطة بتاعتك. انا وزن البطة كان عندي 2 كيلو ونص. دخلتها على الرف الاول من تحت على اعلى حرارة، اخدت معايا وقت ساعتين وهي متغطية. اول ساعة ونص كانت على اعلى حرارة برضو متغطية، والخضار استوى خلال الساعة ونص دول. بعد كده بدلت الصينية بصينية تانية فيها مية سخنة، غطيت البطة مرة تانية لمدة نص ساعة على حرارة 200، وبعدين كشفت عليها علشان تاخد لون. قلبت البطاية على الشبكة وهدهنها بخليط الحليب والزيت والعسل، وهدخلها تاخد لون من ناحية الظهر الأول. والحرارة عندي في المرحلة دي بتبقى أعلى حرارة يا جماعة علشان البطة تاخد لون بسرعة، ومش بشغل عليها أي شواية. أخدت اللون بالمنظر دوت، هبتدي بقى أقلبها علشان تاخد لون من الناحية التانية. هندهنها برضو بنفس الخليط اللي هو الزيت والحليب والعسل، بيخليها كريسبي جدا وبيديها لون حلو. مش قادرة اقول لكم الحليب يعني بيديها لون حلو جدا جدا. هقفل كده على الرجول بتاعتها بورق الالومنيوم، وهدخلها الفرن تاخد لون من الناحية دي. وعايزة اوريكم بس الخضار بتاعي كان استوى طبعا بعد مرور ساعة ونص، علشان كده انا بدلت الصينية، لاني لو سبته كان هيتهري بزيادة. كان مستوي كويس جدا جدا بعد ساعة ونص.
البطايه اخدت معايا وهي مكشوفه في الفرن علشان تاخد لون من الناحيتين. كان توتال المده كانت نص ساعه من غير شوايه يا جماعه. تمام. وده شكلها بعد ما خرجت. بتقدميها كده على خضار بشكل جميل، بيبقى طعمها حلو جدا. ان شاء الله يا رب لما هتجربوها هتعجبكم جدا. اعتمدوها بقى لوصفة اول يوم رمضان ان شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اتمنى ان الوصفة بتاعتي تكون النهاردة عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير، وكمان تشتركوا في القناة علشان ينزل لكم كل جديد من وصفاتنا. واشوفكم في فيديو جديد قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.